السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ نعمل مع بعض نواعم العيد. هنعمل كعب الغزال وكمان القرايش بنفس العجينة. هنعمل بعجينة واحدة الاشكال اللي احنا عايزينها كلها. هنجيب 2 كيلو ونص من الدقيق، نص معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبيرة من النشا، ورقة كاملة من البيكنج باودر، 5 معالق من السمسم. هنقلب المكونات كلها على بعض. هننزل بكيلو كامل من السمنة. انا استخدمت سمنة روابي. هسخن السمنة بس او هفكها، مش هقدحها يا جماعة، عشان احنا كنا زمان بنقدحها علشان بنعمل كميات كتيرة. لكن دلوقتي زي ما احنا عارفين كل بيعمل 2 3 كيلو 5 كيلو بالكتير، فما بيلحقش ان هو يتركن. هنبدأ بقى نبس العجين كويس جدا لحد ما نتأكد ان الدقيق كله اتغلف بالسمنة. هننزل ب4 ورقة من الفانيليا او ازازة. كمان معانا ازازة من ريحة البرتقال. هنزل بقطعة من الخميرة. انا بستخدم خميرة من اللي هي الطرية، مش خميرة فورية. هبدأ بقى اعجن العجين بتاعي. هعجنه. السائل بتاعي هستخدمه لبن ومية، مش لبن بس او مية بس. طبعا كمية السائل بتتحدد حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه. انا استخدمت حوالي 1.5 لتر من السائل لبن على مية. هبدأ اعجن العجين بتاعي، وناخد بالنا ان هو ما بيتعجنش. احنا بنلم العجين بتاعنا يا جماعة، ان هو يعمل عيد بتتلم، ما بتتعجنش زي العيش. هنعجن العجينه بتاعتنا. اول ما نحس ان هي لمت معانا وبدات ان احنا ناخد قطعه في ايدينا وبندلكها، وان هي بدات ما تفتحش كده، بقت العجينه جاهزه معايا. وناخد بالنا ما نطريش العجينه علشان ما تبقاش ناشفه معايا لما تستوي. العجينه زي ما انتم شايفينها ما بتبقاش زي العيش، بتبقى فيها نسبه فروله كده شويه. هبدا بقى اجيب الحشو بتاعنا. جبت العجوه العاديه وخليتها من البذر، ودلكتها ب كام معلقه من السمنه. هنبدأ بقى نجيب ركنا العجين بتاعنا حوالي نص ساعة مش اكتر. هنبدأ بقى نمسك قطعة العجينة في ايدينا وندلكها كويس جدا، وهنفردها سمك رقيق. بعد كده هنجيب العجوة بتاعتنا ونحطها بين كيسين، ونبدأ ان احنا نفردها علشان تبقى رقيقة معانا، وهنحطها زي ما شفنا في العجينة، ونبدأ نلف العجينة رول. دي ان احنا علشان نتأكد ان هي اتمسكت وما تفكش مننا بعد ما تخمر واحنا كمان بنسويها. هنبدأ نقطعها قطع صغيرة ونلفها في السمسم، او ممكن ما نحطهاش في السمسم براحتكم. هنبدأ نعمل تجربة كمان. نجيب حتة العجينة وندلكها في ايدينا كويس. بعد كده هنفردها سمك رقيق. وهنجيب كمان العجوة بتاعتنا في الكيس، ونفردها كويس جدا سمك رقيق جدا، لان احنا اصلا بنلفها رول، ما بنحطش زي القراقيش العادية وخلاص. فلازم تبقى معاكي رقيقة، لان انت بتلفيها فبتحتاجي بتبقى كمية كتير عشان تقدري ان انت تفرديها. هنبدأ بقى نطبق العجينة زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده نضغط عليها كويس عشان نتأكد ان هي تماسكت مع بعض، ونبدأ نلف الرول بتاعنا ونضغط على الاطراف بتاعته عشان ما تفكش، ونبدأ نلفه رول تاني او نضغط عليه نبرمه كذا مرة بحيث نتأكد ان هو تماسك مع بعضه، ونظبط الاحجام او المقاس بتاع الرول بتاعنا. بنقطعه بقى قطع صغيرة ونغلفه بالسمسم. رصينا العجين بتاعنا. هنبدأ بقى نركنه لحد ما نخلص بقية العجينة. هنعمل بقى مع بعض القراقيش. برضو هناخد قطع من العجين وندلكها كويس جدا. بعد كده هنفردها على الترابيزة بتاعتنا. طبعا القراقيش دي حاجات اختيارية، في ناس بتحبها سميكة شوية، في ناس بتحبها رقيقة. هنبدأ بقى نفردها للسمك اللي احنا حابينه، ونبدأ نقطعها سواء بالقطاع او السكينة، اي حاجة ان كانت موجودة متوفرة عندك في البيت مفيش مشكلة. هنبدأ بقى نعمل كده ونخلص الكمية بتاعتنا كلها. لو طبعا احنا عاملين كمية كتير فبتبدأي تسوي من اول ما تعملي صينية والتانية، لكن بالنسبة لكمية صغيرة بيبقوا كام صينية، صينيتين 3 كده، فمش مستاهلين ان احنا نولع الفرن واحنا شغالين. هندخله بقى على درجة حرارة مناسبة لحد ما يستوي. ناخد بالنا النار اللي ما تبقاش عالية قوي علشان ما ياخدش لون من فوق، يبقى نايم من جوه، ولا تبقى هادي قوي بحيث ان هو يبقى ناشف ويسمغ معانا. طالع باللون الجميل دوت ما شاء الله، ناعم وكويس. زي ما قلت لكم 2 كيلو ونص من الدقيق عليهم كيلو من السمنه. دوت الكحك بتاعنا بيبقى متوسط، لا هو ناعم قوي ولا هو خشن. لو حابين ان هو ناعم قوي يبقى 2 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنه، لو حابينه خشن بنزود نص كيلو من الدقيق. اتمنى الفكره تعجبكم، اتمنى اكون افدتكم. باذن الله مكملين مع بعض في وصفات نواعم العيد، ونتقابلوا على خير في وصفه جديده. والسلام عليكم.